ده طالب الثانوية العامة. هو مش متكهرب ولا حاجة، ده متمخمض من كتر المذاكرة والدروس. ده لو كان فيه مذاكرة يعني. تعالوا ناخد رحلة لعقله كده نشوف جواها ايه. مافيا 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 مافيا. انا مافيا 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 مافيا. لا مش ده اللي اقصده خالص. قصدي هو بيفكر في ايه الفترة دي. هو انا ممكن اجيب مجموع بجد زي الناس اللي قبلي؟ هو في وقت اصلا وهلحق اخلص وراجع؟ هو ممكن ربنا يسويني بالناس اللي بدأت من اول السنة؟ طب الحاجات اللي فايتاني دي اعمل فيها ايه؟ انا نفسي قوي اجيب مجموع كبير عشان افرح اهلي بيا. انا زهقت بقى. مفيش طالب في ثانوية ما جاتش في دماغه الأسئلة دي واكتر منها بكتير، وبيبقى فعلا نفسه يذاكر ويحقق اللي نفسه فيه عشان يفرح أهله، فبيبدأ يسأل كل الناس اللي قبله اللي خلصوا ثانوية عشان يعرف منهم يعمل ايه بالظبط. عشان كده عملنا لك خد لك بريك ذن بريك للسنة الثالثة. الايفنت بيجاوبك على كل الحاجات اللي محتاج تعرفها من دلوقتي لحد يوم النتيجة، سواء كنت بادئ مذاكرة كويس من أول السنة أو لسه هتبدأ مذاكرة. هتلحق ما تقلقش. وعشان الايفنت في أجازة نص السنة، فالكلام مش بيبقى كله عن ثانوية عامة بس، لا ده بيبقى فيه شوية فقرات كده عشان تغير لك مودك، فمنها خروج عشان تغير جو، ومنها ايفنت عشان تعرف الزتونة بتاعت الثانوية. وده جزء صغير من الايفنتات اللي قبل كده. عشان تعرف تفاصيل الايفنت والسبيكرز والفقرات اللي هتبقى موجوده، ادخل على اللينك اللي مع الفيديو. هنستناك ان شاء الله في خد لك بريك ذن بريك الموسم الثالث 2019، وان شاء الله يعجبك.